السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفاينل والكونست مع المتغيرات، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفاينل والكونست مع الليست. جميل جدا. طيب احنا كده عارفين ان المتغيرات اللي هي البريماتيف داتا تايب اللي هي الانت والدبل والحاجات دي، تمام، وعارفين الليست اللي هي تبع الكوليكشن داتا تايب واللي هي بتخزن مجموعة من مين؟ من القيم. جميل. طيب انا دلوقتي عايز اعرف معنى ان اقول ان الليستة دي فاينل او ان اقول الليسته دي ايه؟ كونست. طيب احنا طبعا متفقين وعارفين ان مثلا ان الليسته دي، خلينا نفترض ان هي كرتونه، والكرتونه دي فيها مجموعه ارقام. نفترض الكرتونه اسمها ايه؟ نمبرز، والكرتونه دي بتحتوي على مجموعه الارقام دي. جميل جميل. طيب تعال نشوف الليسته دي هتتكلم عن نفسها ازاي لما بتكون فاينل، وهتتكلم عن نفسها ازاي لما تكون كونست. الليسته دي بتقول لك انا لما اكون فاينل، تمام، انا خلينا نقول ان هي زي الكرتونه، بتعبر عن نفسها انها كرتون. بتقول ان انا كرتونه هي مجموعه ارقام، تمام. ما ينفعش تغير الكرتونه دي، ما ينفعش تغير الكرتونه دي، بس تقدر تفتحني وتغير القيم اللي جوايا دي. لمين؟ الفاينل. لما تكون الليست ايه؟ فاينل. يبقى لما تكون الليست فاينل، ده معناه ان الليسته دي ما ينفعش تتغير، ولكن تقدر تغير القيم اللي ايه؟ اللي جواها. وصلت؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للفاين. طيب تعال نشوف الليسته لما بتكون كونست. بتقول لك انا كرتونه، عباره عن كرتونه فيها مجموعه ايه؟ ارقام، ولكن الكرتونه دي مقفوله بالشمع الاحمر، يعني مقفوله قفل تمام، لا تقدر تلمسني ولا تفتحني ولا تغير في القيم ولا الكلام ده كله. يبقى هي الليسته مع الكونست ان انا ما بقدرش اغيرها وما بقدرش اغير في مين؟ في القيم بتاعتها. جميل يا شباب. يبقى دي الليسته لما بتكون فاينل، والليسته لما بتكون كونست. طب تعال نجرب مع بعض. انا دلوقتي انا عندي الليسته دي. الليسته دي عباره عن ايه؟ هنجرب الاول ان هي فاينل. نقول ان هي فاينل. جميل. طيب الليسته الفاينل كانت بتقول ايه؟ ان هي عباره عن كرتونه ما ينفعش تغير الكرتونه. يعني ايه ما ينفعش تغير الكرتونه؟ يعني ما ينفعش تيجي تقول لي النمبرز ايكوال مثلا 3 و5 مثلا و7. يقول لك ده ما ينفعش، لان انت كده بتغير في مين؟ بتغير في الكرتونه ذات نفسها، بتغير في النمبر ذات نفسه. بتغير في مين؟ في النمبر ذات نفسه. ولكن تقدر تفتحها واغير في اللي جواها. وغير في مين؟ في اللي جواها. طب هيجي واحد يقول لي طب ما انا اعتبر كده بغير في اللي جواها. اقول لك لا، طالما بتقول ايكوال كذا، يبقى انت بتغير في المين؟ في الكرتونه اللي هي في الليست. طالما بتقول اسم الليست ايكوال كذا، يبقى انت بتغير في الكرتون او بتغير في الليست. ولكن هي بتقدر تسمح لك ان انت تغير اللي جواها. طب ازاي؟ عن طريق حاجه اللي اسمها الايه؟ الاوبريتور بتاعتنا، اللي هي مثلا نقول عباره عن ان احنا هنضيف مثلا رقم وليكن 4. تمام. تمام. خلينا نعمل برنت لمين؟ خلينا نعمل برنت لمين؟ النمبر دي. تمام. احنا عارفين ان هي بتكون واحد واثنين وثلاثة. المفروض اما نيجي نطبع يتضاف كام؟ 4. جميل. هنلاقي ان هي اتضافت الايه؟ الاربعه زي ما هي. يبقى انا كده ايه؟ قدرت افتحها واغير في القيم اللي جواها. ولكن ما اقدرش ان انا اعمل ايه؟ ما اقدرش ان انا اقول له النمبر بيتساوي كذا. لا، انت كده بتغير في الكرتونه. ولكن لما بتقول له بقى بتقول له اد اول، بتقول له ريموف، بتقول له اي عمليه تانية تحصل على الليست، كده انت بتغير في مين؟ في اللي جوه. جميل. يبقى ده لما تكون الليست ايه؟ فاينل. طب تعال نشوف لما الليسته تكون كونست.
تعالى نشيل السطر ده نهمشه كده، ونشيل السطرين دول كده نهمشهم، وكده بالنسبه لي الليست ايه؟ كونست. طيب الكونست بتقول لك ايه؟ ان دي كرتونه مقفوله بالشمع الاحمر وما تقدرش تغيرها ولا تفتحها ولا تلمسها اصلا. طيب ما اقدرش اغيرها زيها زي مين؟ زي الفاينل مثلا لما اقول له ال ان نمبرز بتساوي كذا مثلا 4 و6 4، دي كده ما اقدرش ان انا اغيرها. طيب وبتقول لك كمان ما تقدرش ان انت تفتحها ولا تلمسها. يعني مش ده كان متاح في الفاينل؟ ايوه، اصبح مش متاح في مين؟ الكونست. طب تعال نشوف كده ونعمل رن ونشوف اللي هيجي لنا ايه. اه، جالك اكسبشن. ليه؟ لان هو بيقول لك ايه؟ ان دي لسته كونست. لسته كونست دي مقفوله، ما بتغيرهاش ولا بتغير في القيم اللي جواها. جميل. طيب هيجي واحد يسالني سؤال مهم جدا جدا ولازم يخطر في بالك. طيب هو ليه ما ادانيش ايرور من هنا من الاول من الكومبايل تايم؟ ليه ما ادانيش ايرور من الكومبايل تايم ما خلى اصلا ان انا اعمل ران؟ ليه الاكسبشن او الايرور جالي في الران تايم هنا؟ هقول لك ليه. عامه احنا عارفين ان الليسته سواء كونست او فاينل بتحصل على مجموعه اوبريشن او عمليات تحصل زي الاد والريموف والحاجات دي، صح؟ تمام. طيب فالكومبايلر اللي هو اللي بيجي يعمل ران، او الكومبايلر اللي احنا فيه دلوقتي، هو شايف ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن ليست، صح؟ والليست عندها الامكانيه ان انت تعمل عمليه اد، فبالتالي هو ما يقدرش يمنعك الكومبايل تايم، لان انت لغويا انت ماشي صح. ولكن إيه اللي بيحصل لما بيجي يروح بقى في الران تايم بقى، لما بيجي يخش على النمبر، يجي يخش على النمبر راح واخد القيمه اللي هي الاربعه وراح يحطها في الليسته اللي هي الكونست في الكرتونه المتشمعه، هيتفاجئ ان الكرتونه متشمعه وما يقدرش ان هو ينفذ مين؟ ما يقدرش ان هو ينفذ المهمه، فبالتالي يرجع لك اكسبشن فين؟ الران تايم وليس فين؟ الكومبايل تايم. جميل. عرفنا الفرق بين الاثنين. عرفنا الفرق لما الليسته تكون فاينل والليسته تكون كونست. جميل. تاني مره تانيه، الليسته ما بتكون فاينل انت ما تقدرش تغيرها، ولكن تقدر ان انت تغير في القيم اللي جواها. وعرفنا ان انا ما اقدرش اغيرها ازاي، وعرفت ان انا اغير في القيم بتاعتها ازاي. طيب الليسته الكونست، ان انت لا تقدر لا تغير الليسته ولا تغير اللي جواه. تمام. وعرفنا ليه ده ما ادانيش ايه؟ ايرور في الكومبايل تايم. جميل يا شباب. جميل. ان شاء الله الفيديو الجاي استناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.